السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في مشاكل طب السنان، امراض وعلاجها، مشاكل وعلاجها. هنتكلم النهاردة في شوية معلومات مهمة كده على زراعة الاسنان. هنقول كام سؤال من الاسئلة المهمة اللي بتيجي في بال ناس كتير، وعايزين نعرف النهاردة ايه هي اجابتها. اول سؤال عندي: ايه هي علامات فشل زراعة الاسنان؟ لو انا زارع يا دكتور سنان وبعد كده عايز اعرف اذا كانت فشلت او باظت العمليه دي بتاعه الزراعه او الجراحه دي، بعرف ازاي؟ من اربع حاجات. اول حاجه، بتبص بتلاقي في مسمار بيبدأ يظهر في اللثة، اللي هو المسمار اللي بيكون اصلا مغروس في عظم الفك عشان يثبت السنان ديت، بتبدأ تلاقيها ظهر في اللثة، فده علامة من علامات فشل الزراعات دي. تاني حاجة، عدم ثبات السنان المزروعة. السنان المزروعة اللي هي بيركبها الدكتور على المسمار اللي عمله ده، بتلاقيها مش ثابتة، بتتحرك، تعرف ان ايه؟ فشلت الزراعة كده. طيب تالت حاجة بعد كده، في ورم حوالين مكان الزراعة، ورم داير ما يدور كده، تلقاه ناحية الأسنان المزروعة، ده بيؤكد لك برضو إن أنت الزراعة دي فشلت. رابع حاجة والأخيرة، صعوبة في مضغ الطعام، تلاقي إنك كل ما تيجي تمضغ مش قادر تمضغ، حاسس في حاجة غلط، في حاجة مش كويسة. ده أول سؤال. تاني حاجة مهمة بتيجي في بالي كتير من الناس اللي بتكون زرع أسنان، بتقول على المضاد الحيوي: يا دكتور أنا لازم آخد مضاد حيوي ولا لأ؟ هل مهم ولا إيه؟ ولو هاخده إمتى؟ طبعا لازم تاخد مضاد حيوي قبل وبعد الزراعة دي، أو بعد الجراحة بتاعت إيه؟ زرع السنان دي. ليه لازم تاخده؟ عشان تحميك من العدوى بعد الزراعة. يعني أنت بتجهز قبل، بتاخد قبله، بتاخد بعد، زي ما بتروح تخلع ضرسك، بتروح تخلع ضرسك ساعات الدكتور قبل ما بتخلع بيقول لك ايه؟ لو في ورم او كده بيقول لك خد مضاد حيوي قبل ما تيجي للخلع، وبيأكد لك انك لازم تاخد بعد الخلع عشان الجرح ممكن تدخل له بكتيريا فيعمل عدوى، فكل ده عشان احنا نحافظ عليك من العدوى. يجي واحد يسأل سؤال تاني، يقول: طيب يا دكتور، بالنسبة للأسنان المزروعة، أنا زرعت لي مثلا 3 4 سنان أو 4 أو 8 أيا كان، على حسب كل واحد تكلفته، على حسب هو بقه إيه اللي ناقص فيه وإيه اللي زرعه. يقول لك: طب هل زراعة السنان دي بتقعد كتير؟ بتقعد قد إيه؟ الإجابة إن هي ممكن تقعد مدى الحياة. تخيل إنها زيها زي الأسنان الطبيعية، ممكن تقعد مدى الحياة، بس بشرط إنك أنت تعتني بها عناية جيدة، تغسل سنانك على طول، تنظفها، تحاول ما تخليش في بقى أي أكل تلتصق بيها، تتابع مع دكتور السنان كل 6 شهور لو كانت في أي حاجة ظهرت، أو يديك تعليمات إزاي إنك أنت تحافظ عليها. طيب السؤال الأهم بعد كده: طيب يا دكتور، بالنسبة للجرح بيلم بعد قد إيه من الزراعة؟ اللثة اللي هي حطينا فيها المسمار اللي عليه السنان اللي هي بتتلبس عليه عشان هي اللي هتعوض مكان الأسنان الطبيعية، دي يعتبر بتقعد بتاخد عشان تلتئم من أسبوع لأسبوعين. طيب امتى بيحصل الاندماج العظمي الكامل؟ اللي هو بيحصل امتى الاندماج بتاع مسمار زراعة السنان ده مع عظام الفك؟ بياخد من 3 ل 6 شهور، عشان البتاع ده يعني بيسموه زي الدكاتره عندنا بيقول لك زي تعشيقه، او زي المسمار بيتعشى ان هو خلاص لزق، عايز اقول لك اتغرز غرز في العظم عشان يكون ثابت بعد كده وما يتخلعش تاني. سؤال مهم تاني بعد كده، ناس تسأل تقول: طيب يا دكتور، هل صح زراعة الأسنان ممكن تأثر على السمع، على الودن، خاصة لو كانت في الحتة العالية دي، الفك العلوي أقصد، في الحتة اللي هي في الفك العلوي، لو خاصة لو كانت ورا قريبة من الجيوب الأنفية، ممكن برضو الحاجات دي تأثر على السمع؟ او بلاش، يعني هي مش بتأثر على الجيوب الأنفية من ناحية الشم والكلام ده، وبرضه في نفس الوقت مش بتأثر من ناحية الودن خالص، يعني ملهاش علاقة بنظام السمع معاك بيكون زي الفل عادي. طيب فكرة عامة يا دكتور، عايزة أعرف إيه أفضل نوع، اللي هو يعتبر أغلى نوع في أنواع زراعة السنان ده اللي أنا ممكن إن أنا أستخدمه. أحسن نوع هو زراعة الأسنان المعمولة من الزركونيوم، خاصة الأسنان الألمانية. يعني أنت ممكن لما تيجي تتكلم مع الدكتور وأنت بتشاوره كده في العيادة يقول لك على البتاع ده، فأنت تكون عارف إن أفضل نوع المصنوع من الزركونيوم. بيكون طبعا غالي، لأن كل ما تبقى الخامات أنضف بتكون طبعا أغلى، بس حاجة كويسة جدا وبتستمر معاك فترة كبيرة. طيب اخر سؤال يا دكتور: ممكن وش يورم بعد زراعة السنان؟ ايوه ممكن، وارد ان هو يورم، وده ما يخليكش تقلق خالص. لو ورم بياخد له من 5 ايام لاسبوع وهو وارم، وطبعا بيخف بمضادات الانتفاخ زي البريدنيزيلون، ده بيديهولك برضو دكتور السنان، وبيديك تعليمات ازاي انك انت تقدر تخفف الورم ده. فما تقلقش خالص، هي يعتبر بشكل عام زراعة الأسنان دي عملية ناجحة وبتجيب نتائجها على المدى البعيد بإذن الله، وهي احسن من التركيبات الثابته والتركيبات المتحركه طبعا. لو لكم استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.